بغيتي يا اختي شي كيكه غرقانه صوص الشوكولا وهشيشه وكتذوب في الفم؟ عندي ليكم كيكه المقلات العجيبه. كتجي غزاله وهشيشه وبمقادير بسيطه، وكتجي كتشهي بلا فران، بلا حتى شي حاجه، غير فوق البوطه كتجي كتحمق كما كتشوفوا في الصوره. كتجي هشيشه هشيشه بزاف بزاف وغرقانه في صوص الشوكولا، اللي تا هو نوريكم ان شاء الله الطريقه ديال التحضير ديالو. بقاو معايا باش تشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير. بهادشي ولاين كناخذ واحد جوج بيضات متوسطين في الحجم، كاس زيت مع مرش ديال زيت المائده. كنحركهم هكا على الطريقه واحد شويه، وكنضيف عليهم واحد نصف كاس سكر مع مرش. يعني السكر كيبقى على حسب الاختيار، على حسب الحلاوه ديال كل واحد كيبغيها. كندوب هكا، كنبقى نخلط الخليط حتى كيذوب ليا السكر مزيان. راه كتوجد دغيا دغيا. من بعد هنا كنزيد واحد الكاس د الحليب، وكنخلط كلشي مزيان باش يندمجوا. كنزيد جوج باكيات ديال الخميره د الحلوى وزن 8 غرام، وجوج كيسان ديال الفورس او الدقيق الابيض. وكنخلط الكل مزيان مع جوج معالق كبار ديال الكاكاو حلو. وكنخلط المكونات ديالي كامله، كنخلط هكا مزيان مزيان حتى كتندمج. كما كتشوفوا في الصوره كيجي هذا الخليط ما ثقيل ما خفيف، كيجي ما بين وبين كما كتشوفوا. كناخذوا واحد المقيله ما كتلصقش، كندهنوها بالزبده، وكنعطيها واحد الرشه ديال الدقيق. رشه خفيفه ديال الدقيق هكايا. وزدت ليها انا هنا واحد الورق ديال الطبخ، واخا هي ما كتلصقش ولكن غير الحيطه. كنكب داك الخليط ديالي في المقيله ديالي، كما كتشوفوا في الصوره. صافي كنردها على البوطه، كنغطيها بشي حاجه، وكنخليها 35 دقيقه على نار مهيله كي الشمعه. كما كتشوفوا هي بعد ما خرجت لي انا من بعد ما طابت ليا، كنسقيها بالقهوه، بالحليب والقهوه. كنسقيها مزيان حتى كتولي معايا رطبه، وندوز انا لاصوص الشوكولا. كنحتاجو 3 معالق كبار ديال الكاكاو المر، نصف كاس ديال الزيت، ونصف كاس ديال الحليب، ونصف كاس ديال السكر. صافي كنميكسيو داك الخليط ديالي هكا بالميكسور حتى كيندمج. راه المذاق ديالو بنينه بزاف هاد لاصوص البنات، تيقوني جربوها ما غاديش تندموا. نتوما كتشوفوا راه دغيا لاصوص كتعقد تبارك الله، كتجي غزاله. نتوما عاقده الا بغيتو تخفوها خفوها ماشي مشكل. صافي انا كندوز هكا نكب داك الخليط ديالي على الكيك اللي حضرت. من بعد ما تشربت ليا داك القهوه، ها نتوما كتشوفوا كتجي غارقه بالشوكولا. صافي كنزينوها على حسب الاختيار، كل واحد كيبغي يزينها يزينها. نتوما كتشوفوا الشكل ديالها راه كتجي طالعه وكتعطي حجم كبير، وكتجي بنينه بزاف ومعلكه يا البنات. هانتوما كتشوفوا الحجم ديالها يعني معقول، كتجي غزاله للكوتي او الفطور، كتجي كتحمق. الى عجبكم البنات الفيديو ما تنساونيش من لايك الفيديو واشتراك القناه،
وتفعيل زر الجرس على الكل باش يوصلكم دائما مني كل ما هو جديد. كنتمنى الوصفات ديالي تكون عجبتكم ورقتكم. ان شاء الله نتلاقاو في وصفة جديدة. في امان الله وحفظه.